في حلقة النهاردة آخر أخبار نادي الزمالك، أخبار مهمة وحصرية وأخبار مش هتسمعها عن أي حتة، وأخبار عن صفقات نادي الزمالك الجديدة. فلو مش مشترك في القناة اشترك واعمل لايك ويلا نبدأ. نادي الزمالك يفتح خط مفاوضات من اجل ضم حامد حمدان في يناير. نادي الزمالك عايز يضم اللاعب حامد حمدان، لاعب خط وسط مدافع جامد جدا، شفناه قدام النادي الاهلي. اللاعب سجل هدف برغم ان هو لاعب خط وسط مدافع، لكن اللاعب جيد في الكرات الرأسية وبيعرف يفتك الكرات بطريقة جامدة جدا، وفي نفس الوقت مش هيتحسب على النادي الزمالك كلاعب اجنبي. لكن نادي بتروجيت بيقول لك ان جاي عرض من نادي بيراميدز وجاي عرض من النادي الاهلي، فالنادي اللي هيدفع اكتر هيروح للاعب، لكن اللاعب بيفضل ان هو يروح لنادي الزمالك، شايف ان فرصته هتبقى اكبر في نادي الزمالك. محمود بنتايج على رادار نادي بيراميدز. نادي بيراميدز عايز يضم محمود بنتايج الظهير الايسر لنادي الزمالك، لاعب مميز جدا وكلنا عارفينه، لكن اللاعب مجدد 3 مواسم مع نادي الزمالك، عدى من ال3 مواسم دول موسم واحد. نادي الزمالك عنده لسه اللاعب في عقده موسمين 2، لكن نادي بيراميدز مستعد يدفع الشرط الجزائي وياخد اللاعب. لو اللاعب وافق نادي بيراميدز هياخد اللاعب ويدفع الشرط الجزائي لنادي الزمالك، وده هتبقى كارثه في نادي الزمالك، لان كل عارفينه اللاعب مميز جدا جدا ومؤثر ومن اهم نجوم نادي الزمالك، فيا ريت نادي الزمالك يقدر يحافظ عليه. الزمالك يقرر بيع شيكو بنزا. نادي الزمالك عرض بيع شيكو بنزا وبيفكر بجديه ان هو يبيع شيكو بنزا في يناير، لكن بالرغم ده كله شيكو بنزا هيلعب اساسي مع نادي الزمالك في الماتشات الجايه كلها. ليه بقى؟ لان الزمالك عايز يسوق اللاعب عشان يجيله عروض عشان يبيعه، لكن لو الزمالك جمد اللاعب او قعده على الدكه اللاعب ما هيجيلوش عروض، ونادي الزمالك هيخسر في اللاعب، برغم ان الزمالك اصلا عندها ازمه ماليه. فنادي الزمالك هيلاعب اللاعب عشان يبيعه في يناير، ونادي الزمالك قرر، وده احسن قرار شفته من اداره نادي الزمالك لحد دلوقتي، بيع شيكو بنزا. رجوع محمد شحاتة رسميا. محمد شحاتة رجع لنادي الزمالك رسميا، ومحمد شحاتة حاليا بيتجهز ان هو هيلعب كل مباريات السوبر المصري، لان دونجا موقوف فما يكونش في المركز ده غير احمد ربيع ومحمد شحاتة. طبعا الاحسن محمد شحاتة، لاعب غاب عن نادي الزمالك عمل تاثير كبير جدا، اللاعب ده غاب عمل تاثير كبير جدا كلنا شفناه في اخر ماتشات مع نادي الزمالك. فمحمد شحاتة رجع لنادي الزمالك وبيتجهز هيكون اللاعب الاساسي في مركز الديفندر مع نادي الزمالك في المباريات المقبله. حسين لبيب يدرس الاستقالة من رئاسة نادي الزمالك. حسين لبيب بيدرس الاستقالة بجدية من رئاسة نادي الزمالك، وده شايفه قرار غلط، ان انت اصلا مسكت النادي، مسكت المركب كأنه لسه بيغرق، دلوقتي المركب غرقت تسيبه وتمشي، فده قرار غلط من حسين لبيب. لازم يقدر يقوم نادي الزمالك، لا اما مش هيقدر خلاص، هو حاسس ان هو مش هيقدر خلاص يسيب النادي. كارثة في عقد جون ادوارد مع نادي الزمالك. في كارثة كبيرة جدا اكتشفناها في عقد جون ادوارد مع نادي الزمالك. ايه بقى الكارثة دي؟ ان في شرط جزائي، لو انت هتمشي جون ادوارد نادي الزمالك يدفع له 2 مليون دولار كاش. انا اول مرة اشوف مدير كرة او مدير رياضي اصلا النادي يدفع له شرط جزائي، دي حاجة اول مره اشوفها في حياتي، ان انت يبقى عندك مدير رياضي تدفع له شرط جزائي، ومش اي شرط جزائي، ده يا ريت 2 مليون جنيه، ده 2 مليون دولار بما يعادل 94 مليون جنيه مصري، ودي حاجه كبيره جدا وكارثه في نادي الزمالك. بنسبه 100% محمد عواد خارج نادي الزمالك في يناير. محمد عواد بنسبه 100% اعتبره مش في الزمالك في يناير، لان محمد عواد اصلا ما بيقعدش على الدكه مع نادي الزمالك، وفي حاصل مشكله بينه وبين نادي الزمالك ان اللاعب عايز يقعد والنادي عايز يمشيه عشان في ازمه ماليه في نادي الزمالك، فنادي الزمالك قرر بيع محمد عواد. جاهزيه عبد الله السعيد في المباريات المقبله. عبد الله السعيد بنسبه 100% جاهز مع نادي الزمالك، وهيكون اساسي مع نادي الزمالك في مباريات السوبر. هتشوف بقى ثنائيه عبد الله السعيد وناصر ماهر ومحمد شحاته، الثنائيه اللي في خط الوسط اللي بدات الدوري، ثنائيه كانت جامده جدا من اول مباراه في الدوري لحد ما الثنائيه دي راح منها محمد شحاته بعدين عبد الله السعيد، الثنائيه حصل خلل في خط وسط نادي الزمالك، لكن الثنائيه رجعت، وبنسبه 100% الثلاثيه دول هيكونوا اساسي، وهو ناصر ماهر وعبد الله السعيد ومحمد شحاته. وبكده تكون خلصت حلقتنا، يا رب تكون الحلقه عجبتك، ولو الحلقه عجبتك ما تنساش الاشتراك في القناه واللايك. استنوني في حلقه جديده، السلام عليكم.